معايا زميلنا عبد الحميد فراج من الفجر الراديو يقول لنا ماذا يحدث امام نادي الزمالك. عبد الحميد ازيك؟ اهلا بيك كابتن شوبير، وتحياتي لضيف حضرتك كابتن ايمن وكابتن خالد وكل المشاهدين. ايه اللي عندك؟ كان في النهارده زي تجمع كده من رابطه وايت نايتس، كانت اعلنت عنه اصلا من ساعات عشان حضور مباراه الزمالك والاتحاد في دوري كره السله. عارف يا كابتن ان في قرار بعدم وجود جماهير في المباريات في الفتره ديت، ولكن هم اصروا على التواجد والدخول. جمهوروا قدام بوابه النشاط الرياضي اللي هي بوابه الشهيد عمرو حسين وعايزين يدخلوا، ولكن قوات الامن حصل زي محاولات لفض التظاهر دوت. تطور الامر ان في اشتباكات بين الطرفين ولجأت قوات الامن لان يبقى في القاء للغاز المسيل للدموع عشان تتفرغ الجمهور الموجود. هل الاعداد كانت كبيره؟ الاعداد كانت كبيره، كان فيها مئات من الموجودين، وتم القبض على مجموعه اللي اشتبكت بشكل يعني خارج عن النص مع قوات الامن. هم في الاول خالص ان قوات الامن كانت بتحاول تمنعهم بس من الدخول لان بيبقى في قرار بمنع الجمهور من الحضور. ولكن طبعا الوايت نايتس يعني رفضوا الموضوع ده وحاولوا هم يشتبكوا مع قوات الامن وتم القاء القبض على مجموعه. هل انتهت ولا لسه ما زال في كر وفر؟ يعني نقدر نقول ان خلاص الموضوع وصل لمرحله يعني شبه نهائيه وخلاص تفرقه الموجودين. ولكن في يعني خروج عن النص على صفحتهم يا كابتن ان ده جيش الاحتلال، ده الكره من حقنا والرياضه من حقنا، والكلام اللي احنا متعودين ان احنا نسمعه من روابط الالتراس بشكل عام. هل اقيمت المباراه ولا لا؟ المباراه حاليا خارج محيط نادي الزمالك، ولكن المباراه المفترض ان هي تقام مفيش عوائق لاقامتها، يعني مفيش عوائق داخل الصاله، مفيش عوائق لاقامتها، لكن احنا خارج محيط نادي الزمالك، ولكن المباراه تقام بشكل طبيعي. شكرا عبد الحميد. خلينا ارجع كابتن ايمن يونس.